يا مساء الخير عليكم او صباح الخير على حسب الوقت اللي انتوا بتتفرجوا فيه على الفيديو. النهارده معاكم دينا خلاف، لايف كوتش، اخصائي ارشاد ودعم نفسي، ممارس للبرمجه اللغويه العصبيه. تعالوا النهارده نتكلم عن مشاعر الغضب اللي بتكون جوانا، اللي بينتج عنها توتر طول الوقت. انا ولا عارف اكون سعيد ولا مبسوط، وطول الوقت عندي احلام متكرره، افكار متكرره، انا حاسس بثقل جوايا. في لما احس ان انا طاقتي بتستنزف، حاسس ان انا جسمي بيوجعني ومش عارف ايه السبب، ما عنديش سبب واضح، انا مش عارف اعيش حياتي. ده نتيجة ايه؟ نتيجة عدم الغفران او عدم التسامح. يعني ايه تسامح ويعني ايه الغفران ويعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا كده لما حد يأذينا نسامحه؟ يعني كده خلاص نسيب حقنا؟ تعالوا النهاردة كده نبدأ نفهم مع بعض بوعي ونضج يعني ايه تسامح، وازاي التسامح ده بيكون بيضرني. لو انا مش قادر اسامح فهو ضرر ليا اكتر ما بيضر الشخص التاني. تعالوا النهارده نعرف ازاي نقدر نتحرر بوعي ونضج من اي الم او حدث حصل لنا. اول حاجه، التسامح مش معناه ان انا خلاص بسيب حقي او ان انا بتجاهل اللي حصل وبقلل من الالم والحدث اللي حصل لي. انا اتوجعت واتألمت بالفعل، فهنا انا مش عايزه اكون متعلق بالالم ده او بالشخص او بالموقف اللي حصل لي. يعني ايه؟ يعني انت طول ما انت الصدمه اللي حصلت لك والحدث اللي حصل لك موجود جواك، مش عارف تسيبه، انت متعلق بيه، ففي جرح مفتوح. كل مادة الجرح بيتلوث، كل مادة الجرح بيألمك وبيوجعك، كل مادة انت اللي تعبان، انت اللي طاقتك عمالة تستنزف. يعني الشخص اللي جرحني وألمني هو عايش حياته، هو مش حاسس باللي حصل معاك. الحدث كله فيا انا اللي موجوع وانا اللي بتألم ومش قادر اتخلى عن الألم ده. عارفين لما عقلي بيبدأ يستلذ بالوجع؟ بتحصل، بتكون من اصعب الحاجات اللي مش بعرف اتحرر ولا اتشافى، لان عقلي خلاص بقى مدمن للألم اللي بيحس بيه والجرح اللي عنده. يبقى احنا اول حاجة لازم نعرفها ان انا عشان اسامح، انا هنا بفك التعلق من الألم او الموقف او الشخص اللي وجعني. انا بفك التعلق بيني وبينه، انا ببدأ اقول له ما تعيش جوايا، لان الشخص ده عايش جوايا بنفس المشاعر بنفس الوجع بنفس الألم. أنا محتاج أشيله بس من جوه. هو ده معنى التسامح. أنا هنا بتحرر. أنا هنا مش بسيب حقي، بتحرر. وهنبدأ ناخد خطوات تقول ان انا ممكن فعلا اكون عندي عدم غفران وعدم تسامح وانا مش واخد بالي. لان كتير بيحصل لي في السيشن ما اكون مع عميل او حاجه وعندها مثلا اذى من مامتها او من باباها، او في جرح من الطفوله ومش قادره تسامح مامتها ان هي السبب في ده، او الاذى اللي شافته من الاب او الام او الاهانه او فتيجي تقول لي انا مسامحه. فلما تيجي تعيد الحدث تاني من اول وجديد او تبدا تتكلم عن الحدث اللي حصل، بتبدا تعيد نفس الشعور، نفس الوجع، نفس الالم بيبدا يظهر معايا. اول ما احس ان انا عندي نفس الالم ونفس الوجع ونفس المشاعر بتطلع عندي، انا هنا ما عنديش غفران ولا تسامح. فلما حد يقول لي انا سمحت، لما بتتكلم عن الشخص هل بتشعر بنفس الالم ونفس الوجع اللي انت كنت بتشعر بيه قبل كده، ولا لا انا متحرر فعلا، انا مش حاسس باي حاجه؟ فهنا في فرق، في علامات معينه بتقول ان انا ما عنديش غفران، ما عنديش تسامح. تعالوا نعرف اهم العلامات اللي بتقول ان انا عندي جوه تعلق بالألم. اول حاجة عندنا ان انا لما بتذكر الحدث او الموقف او بس تيجي في خيالي بس الصورة دي، ابدأ احس ان انا عندي مشاعر غضب، مرارة، حاسس كده في تقل جوايا، في ألم، في مشاعر حزن وضيق. وانا بتذكر الاسم، لو اتقال بس اسمه قدامي او الحدث نفسه او الموقف او حلمت بيه فقمت متضايق، هنا ده بيقول ان انا ما عنديش تسامح. وهتلاقي عندك في الاحلام ممكن يكون عقلك الباطن بيبدا يذكرك بالموقف اللي حصل، فتبدا تلاقي الاحلام عماله تتكرر. ده معناه ان الالم موجود وانت ماسك فيه جواك. رقم 2، ان انت عندك عدم انفتاح، ما عندكش ثقة. يبدأ عقلك بيعمل حاجة اسمها درع حماية، فأي حد يجي يقرب مني أنا مش قادر أثق فيه تاني ولا أفتح قلبي. أنا لسه متخان، أنا لسه موجوع، أنا ما عنديش ثقة ولا في نفسي ولا في الناس اللي حواليا. فهنا بتكون حماية من العقل الباطن عشان يحميك من أي حدث تاني. فهنا أنت لسه متمسك بالألم وما عندكش تسامح. تالت حاجة بقى، وحاجة مهمة نخلي بالنا منها، وهو تأنيب الضمير، جلد الذات. ده هو اللي خاني وهو اللي جرحني وهو السبب في اللي أنا فيه.
انا اللي بجلد نفسي، اصل انا السبب اللي سمحت له يدخل جوه قلبي، اصل انا السبب اللي عملت 1 2 3، اصل انا المفروض كنت عملت كذا، وتدخل في دايرة جلد الذات. ودي من اصعب الحاجة اللي بندخل فيها جوه نفسنا، لان انا طول ما انا بجلد نفسي انا ببدأ احس ان انا منفصل عن ذاتي، لان انا مش قابل ذاتي ولا قادر ان انا احبها ولا قادر اسامحها ولا قادر اغفر ليها. فهنا بقت المشكلة مش مع الشخص التاني، المشكلة بقت انا مع نفسي، ودي اصعب حاجة. فنركز، لو انا طول الوقت عندي جلد ذات وتأنيب ضمير، ده هنا عدم مسامحة وعدم غفران لنفسك اولا وللطرف التاني. رقم 4 بقى، بحس ان انا طول الوقت تعبان بدون اي سبب واضح. عارفين لما اقول ان انا طاقتي مستنزفه، لما احس ان انا مش قادره اقوم اعمل اي حاجه ولا اعمل حتى المهام اليوميه ولا اروح شغلي ولا اي حاجه، وجسمي دايما عمال تعبان ومش لاقي اي سبب للتعب ده. عارفين اللحظات دي؟ ده هنا الجسم بيتكلم، هنا الجسم بيقول لك ان انت عندك مشاعر متخزنه جواك، محتاج ان انت تسيبها، تتحرر منها، كفايه تعلق، انا تعبت. فالجسم هنا بيحس بثقل، بيحس بتعب، بيتكلم طول الوقت معانا. فلو انت لقيت نفسك طول الوقت عندك الحالة دي، اعرف ان انت عندك مشاعر متخزنة وعندك عدم غفران او تسامح. طول ما انا عمال ماسك في الألم اللي عندي ومتمسك بيه واقول لا مش هسامح، دول اذوني، انا عقلي هنا بيبدأ يفرز عندي هرمونات الكورتيزول والادرينالين اللي هي اصلا بتديلي توتر مزمن. انا طول الوقت قاعد في توتر بسبب افراز معين في العقل. فهنا انا اللي بسمح وانا اللي بحدد. طب لو بدات اقول ان انا هتحرر من الالم ده، انا هسيب الوجع ده، يبدا جسمك يتعامل صح وعقلك يبدا يفرز هرمونات تديك سعاده وتديك سلام حقيقي، زي مثلا ادرينالين اللي يبدا يديك فعلا ان انت عايش السعاده. انت عملت ايه؟ انت بدأت تفك وتتحرر من الألم اللي عندك. انت هنا مش بتقول ان انا خلاص حقي راح، حقك عند ربنا كده كده هيجي. فاللي خانتك حقك هيجيلك، اللي خانك حقك هيجيلك، الوجع اللي انت اتوجعته برضو حقك هيجيلك. طب حد عايز تعيش طول الوقت في توتر وقلق، ولا عايز تختار السلام والسعادة؟ انت اللي بإيدك تقرر. تعالى بقى اقولك الناس اللي نفسها فعلا تسامح وتغفر بس مش عارفة، قولنا طب الطريقة يمكن نعرف نسامح. تعال نبدأ نحط النية الأول، إن أنت تقول كده أو تكتب عندك في الدفتر: أنا أنوي الآن أن أتحرر من هذا الألم، وابدأ حط اسم للألم اللي أنت فيه، أو التحرر من التعلق بالشخص الفلاني أو الحدث الفلاني، بكل سهولة ويسر، بأفضل الاحتمالات بإذن الله تعالى. أمين. حطوا النية، النية قوة. ابدأ أول حاجة حط النية، وابدأ بقى إيه، خد شهيق واقفل النفس شوية واطلع بهدوء. ابدا بقى اعمل ده كده 3 4 مرات. هنا انت بتهدي عقلك وتبدا تهدي الجسم عندك. وامسك ورقه وقلم واسترجع الموقف والحدث اللي حصل لك بكل مشاعره، بكل حاجه حصلت لك، بكل احساس عندك. اكتب رساله للشخص اللي اتوجعت منه واتألمت منه واتجرحت منه. اكتب كل حاجه، اكتب الموقف بحدثه وقد ايه انت حاسس بحزنه وقهره وكل حاجه، بدموع بدموع عادي جدا. اكتب رساله، الكلام اللي كان نفسك تقوله للشخص ده وما عرفتش تقوله. وابدا بعد ما تكتب الرساله انت مش تقراها تاني. الرساله طلعت ولا هتتكرر بيني وبين نفسي ولا مع الناس اللي حواليا، الموضوع انتهى ولا هقراها تاني. وهمسك الرساله يا اما اقطعها خالص يا اما هحرقها. طبعا افضل حاجه انا اقولها ان انا خلاص بحرق الموقف، الموضوع انتهى. وهبدا اقول توكيدات لنفسي. بعد ما احرق الرساله هقول ان الدرس ده بالنسبه لي علمني حاجات كتير. ايه اللي انت اتعلمتيه؟ يمكن القسوه اللي انا كنت عليها من وانا طفل، بابايا نشأني بقسوه والحاجات اللي انا عانيت منها، ما يمكن دي طلعت شخصيه مختلفه تماما تماما. انا بقيت قوي جدا، بقيت بعرف اتعامل، هعرف ان انا يكون عندي وعي في تربيه ولادي، مش هعمل ده معاهم. انا الدرس ده علمني حاجات كتير. ويبدا احط الدروس اللي انت استفدتها من كل حاجه حصلت في حياتك. صاحبتي اللي طول الوقت بتقلل مني، انا هنا اتعلمت ان انا ازاي اكون واثق في نفسي اكتر، ان انا اعرف نفسي اكتر، لان كل ما عرفت نفسي مش هيفرق معايا الكلام اللي بيتقال. الكلام هنا بيدل على الشخص نفسه مش عليا. فكل جرح في حياتنا يا جماعه خدوا منه الدرس،
دي اكتر حاجه هتديك سلام حقيقي. ان انا هنا بتعلم، ما هو الالم فيه وجع، بس الوجع ده بيطلع منه حاجات حلوه، بيطلع منه حاجات انا اتعلمتها. عارفين لما نقول الذهب لازم يدخل النار عشان يتنقى؟ احنا لازم برضو نتحرر كده في الحياه، كده ندخل في صعوبات عشان نبدا نطلع الحاجات الحلوه اللي جوانا والحاجات الحلوه اللي فينا. يعني لولا الالم والحدث ده انا ما كنتش هعرف ان انا قوي في 1 و2 و3 و10. انا مش هكون قوي في الحته دي، انا ما كنتش هعرف اتعامل مع الحته دي، ما كنتش هعرف اربي ولادي في الجزء ده. فهنا الالم معلم قوي جدا 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 لينا. التحرر تشافي رحله لازم نمشيها مع بعض. ممكن الاقي حد يقول لي انا مش عارفه اعمل ده لوحدي، ودي من الحاجات اللي ممكن تكون فعلا في تقل وفي صعوبه، لازم تلجا لمختص. هسيب لكم رقم الواتساب لو محتاج تحجز جلسات تحرر حقيقي وتشافي حقيقي، لان انت بتحس ان التقل اللي عندك انت بدات تكون اخف بكتير، حياتك بدات تتغير تماما، العالم اللي حواليك بينعكس من خلال اللي جواك. لو انت بدأت اول خطوة وحسيت ان انت مش قادر تعملها لوحدك، او حاسس ان في مشاعر اكتر واكتر محتاج تتحرر منها، او صدمات اكتر واكتر، فهسيب لكم رقم الواتس لحجز اي سيشن او استشارة، او عايز تدخل في جلسات التشافي اسأل عليها، وانا ان شاء الله باذن الله اساعدك. ويا رب باذن الله تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة. لو حسيت ان هي فرقت معاك ممكن تشارك بيها ناس تانية تستفاد بيها. ما تنساش تعمل متابعة للقناة وتعمل لايك للفيديو. شكرا جدا ليكم، كان معاكم دينا خلاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.